السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول طريقة جديدة للاحتيال على السوريين، والخبر الثاني من فاز بالجائزة الكبرى في نصيب تركيا لعام 2022، والخبر الثالث دولة تفتتح أبوابها لهجرة السوريين والعرب بدون فيزا مع فرص عمل كثيرة. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. رصدت مصادرنا في منصات التواصل الاجتماعي طريقة جديدة للنصب والاحتيال على السوريين، وذلك عبر انتحال صفة شركات الشحن. ومواطن سوري في تركيا يقوم بشراء أغراضه من الإنترنت، وصلته رسالة من أحد الأشخاص تدعي أنه اشترى أغراض ولم يدفع حقها، وتكلفتها 150 ليرة. وبعدما حاول تحويل المبلغ قال له البنك أن هذا الشخص محتال، ووصلت أكثر من شكوى بحقه. ولدينا في الخبر الثاني من فاز بالجائزة الكبرى في نصيب تركيا لعام 2022. أعلنت القنوات التركية الرسمية عن رقم اليانصيب الفائز بالجائزة الكبرى 200 مليون ليرة تركية في نصيب تركيا لعامي 2022 و 2023، وهو أجنبي الجنسية دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولدينا في الخبر الثالث دولة تفتتح أبوابها لهجرة السوريين والعرب بدون فيزا مع فرص عمل كثيرة. يتوجه شباب الدول العربية عموما والسوريين بشكل خاص مؤخرا إلى البلدان الإفريقية في ظل الصعوبات التي تواجههم للسفر نحو دول أوروبا. وظهرت رواندا كوجهة جديدة تستقطب رغيبي الهجرة من العرب وسوريا لأسباب متعددة وبدون فيزا. وبهكذا نكون قد أنهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.